أهلا أهلا. صحيت من النوم ووقفت دقيقة أفكر ماذا أعد لفقرة أنا يمني. فمشيت إلى المطبخ وكالعادة أعددت لنفسي أول حاجة فنجان بن، وفجأة قلت لنفسي ليش ما نتكلم عن البن اليمني؟ أتعلمون أن اليمن ليس مجرد بلد القهوة، اليمن هو أصل القهوة. من هذه الجبال بدأت الحكاية، وبدأت رحلة حبة البن إلى العالم. هناك دلائل أثرية تشير إلى ظهور الزراعة في المرتفعات اليمنية منذ نحو 5200 سنة، مع بناء أول نظم ري في غرب اليمن خلال العصرين النحاسي والبرونزي في مواقع يقال منها خولان الطيال. شق اليمنيون السواقي وبنوا المدرجات الزراعية وحولوا الجبال إلى لوحات خضراء، وهذا كله مهد لازدهار البن اليمني لاحقاً. في عصور ما قبل الإسلام من القرن الثامن قبل الميلاد إلى القرن السادس الميلادي، كانت ممالك سبأ وقتبان وحمير ومعين تمتلك أنظمة ري متطورة، من ضمنها سد مأرب العظيم الذي ساهم في ري أكثر من 100 كيلومتر مربع من الأراضي الزراعية بصفة مستمرة لآلاف السنين. وفي عام 900 ميلادية سجل الطبيب والفيلسوف العربي الشهير أبو بكر محمد بن يحيى الرازي في مؤلفاته وصفاً دقيقاً للبن اليمني، يكون بذلك أول من أشار إلى هذه الحبوب السحرية في التاريخ الطبي. تناول الرازي في كتابه الحاوي في الطب فوائد البن وتأثيره في تحفيز نشاط الذهن ومساعدته على اليقظة، وأشار إلى أن سكان اليمن كانوا يغلون بذوره ويشربون منقوعه كشراب ينشط الجسم ويعين على السهر والعمل لساعات طويلة. هذا التوثيق المبكر يعكس معرفة اليمنيين منذ قرون بهذه الحبوب، وكيف أصبحت لاحقاً عنصراً أساسياً في حياتهم اليومية قبل أن تنتقل القهوة لتصبح مشروباً عالمياً. ويعتبر اليمن المكان الوحيد عالمياً الذي تزرع فيه شجرة البن في ظروف مناخية وبيئية لا تتماثل مع تلك التي تزرع فيها الأشجار في مناطق أخرى من العالم. زرع اليمنيون البن على ارتفاعات شاهقة تصل بين 2000 و 3000 متر فوق سطح البحر، وهذا ما جعل كل حبة تنضج ببطء بسبب نقص الأكسجين وتتشبع بالنكهات، نكهات خمرية شوكولاتية وأيضا ياسمين. وبالمناسبة كان اليمن يحتكر البن ولا بذرة تخرج حية، حتى أصبح علامة بارزة للجودة العالية، ويقدم لأرقى العائلات الحاكمة في أوروبا والهند وفرنسا وغيرها. لكن عام 1616 استطاع تاجر هولندي تهريب شتلات البن من ميناء المخا إلى أمستردام، ومن هناك غزت القهوة العالم كله. وفي دراسة حديثة نشرت عام 2019 أكد فريق علمي دولي باستخدام تحاليل جينية متقدمة أن القهوة خرجت من المرتفعات اليمنية إلى العالم لتصبح اليمن المركز العالمي لانتشار القهوة العربية. وخلصت الدراسة إلى أن جميع محاصيل الأرابيكا في العالم تعود جذورها إلى اليمن. اليوم عندما تشرب فنجانك تذكر هذا أكثر من مشروب، هذا تاريخ وجبال وأرواح زرعت وأهدت العالم نكهة لا مثيل لها. اليمن قلب القهوة وروحها. أنا يمني وأفتخر بيمنيتي.